واش سبق لك شفتي في حياتك وتساءلتي وقلتي واش هذا هو كل شيء؟ واش هذا هو المكان اللي من المفترض انني نكون فيه؟ واش هذه هي السعاده اللي كنت كنقلب عليها؟ ربما مريتي بمراحل من الحماس والالهام، ومن بعد جات لحظات من الركود والخيبه. ربما تخليتي على احلامك ولا وضعتيها في قائمه الانتظار، حيت الحياه ما كانش دائما كيف ما توقعتيها. ولكن تفكر باللي حتى واحد ما يمكن ليه يغير حياتك الا انت. الحياه بكل تعقيداتها وتحدياتها كتعطانا غير مره واحده فقط، ما كاينش استئناف ولا فرصة تانية للعودة للوراء، ولكن كتملك اليوم. هاد اللحظة كل يوم هو فرصة جديدة باش تصنع حاجات عظيمة. يمكن لك تبدا دابا من هنا، من الصفر. يقدر يبان لك الامر صعيب ويقدر يكون طريق التغيير مليء بالعقبات، ولكن خاصك تعرف بلي التغيير كيبدا دائما بخطوة واحدة، خطوة صغيرة. ربما كاينين احلام اللي دفنتيها واهداف اجلتيها، ربما قلتي لراسك غدا غنبدا، ولكن الحياة ما كتسناش والوقت ما كيرحمش. فكر في كل لحظة كتضيعها، فكر في كل يوم كيمر بدون ما تقرب راسك بخطوة نحو اهدافك. اعظم الندم في هذه الحياة ماشي على الحاجات اللي درناها، ولكن على الحاجات اللي ما درناهاش. دير في بالك هاد الشيء وبدا اليوم، وما تأجلش حلمك اليوم آخر. أحيانا كيكون الخوف هو العائق ديالنا، الخوف من الفشل، الخوف من الرفض، الخوف من المجهول. ولكن واش عمرك فكرتي باللي الخوف هو غير مجرد شعور، وأن الفشل هو جزء من الرحلة وماشي النهاية ديالها؟ كل شخص ناجح مر من تحديات ومراحل صعيبة ولكن استمر. الفرق بين الناجح والغير ناجح ماشي بالذكاء ولا المهارة وصافي، ولكن هو الاستمرار. هو القوة اللي كتخليك توقف كل مرة كتطيح فيها. انت كتستحق حياة افضل، كتستحق تعيش الحلم ديالك، ماشي انك تتعايش مع اقل من هذا الشيء. عندك قوة هائلة في الداخل ديالك، تقدر تكون نسيتيها ولا مازال ما اكتشفتيهاش، ولكن راك كتمتلكها. وكل ما خاصك دير هو انك تآمن بنفسك. تخيل نفسك بعد 5 ولا 10 ديال السنوات، فكر في اشنو اللي بغيتي لراسك، هذا هو الدافع. تخيل انك وصلتي، كيفاش غتحس، كيفاش غتكون النظرة ديالك للحياة. خلي هذا الاحساس هو الدافع ديالك كل يوم. في كل خطوة كتخطيها تقدر تحس انك غادي غير بوحدك. يقدر يبان لك الطريق طويل وشاق، ولكن تفكر ان كل لحظة تعب كتمر منها اليوم غتولي قصة نجاح غترويها في يوم من الايام، وغتولي الهام للناس اللي معاك. وديك الساعة غتعرف ان التعب والصبر ديالك ما مشوش غير هكاك، وانك صنعتي من نفسك قصة تحكى. ما كاينش وقت مثالي باش تبدا، ولكن كاينه خطوة مثالية يمكن لك تتخذها الان. تقدر تكون صغيرة وتقدر تكون بسيطة، ولكن غتبقى هي البداية. كن حريص على تطوير نفسك، على تعلم حاجة جديدة، على اكتشاف ما يجعلك اقوى وافضل. ما تحطش راسك في قالب واحد، طور من راسك وما تخافش من الفشل. كل فشل هو درس جديد، وكل عثرة هي تجربة كتقربك اكثر من النجاح. تفكر باللي النجاح ماشي حكر على حتى واحد، لكن كيحتاج اللي يسعى ليه. ما تكتفيش بالاحلام وتنسى النتائج، اعمل بجد وثابر. وفي كل يوم خلي اليوم احسن من البارح. كن الشخص اللي كيحترم نفسه وكيحقق احلامه، حيت الحياة ماشي بالانتظار انما بالسعي والمثابرة. ابدا من دابا لانك تستحق حياة افضل. في امان الله.